but I'm old. You are so younger. You're not old. For me, you're Oh, really? yes. You're so handsome. Okay. يا شماتة أبلة طازافية. القهوية تردونا أضحوكة قدام اللي يسوى اللي ميسواش. هذا واحد الفلوغر كوري كان كيدير جولة في مدينة الدار البيضاء، شويه قربات منه هاد القهوية المراهقة، بدات كتسولو على سميتو وجنسيتو. قال لها كوري، بدات كتلصق بحال لحم الراس، كتقولي انت زوين والناس هنا قباحين. زاد تعجب مسكين من السلوك ديالها. المهم ما فهم والو، خصوصا من البيت كطلب منه رقم الهاتف وهو رفض باحترام، وقال لها الا بغات ممكن تتابعو في انستغرام. ولكن المفاجأة الكبيرة هي ملي عرضات عليه الزواج، رد عليها بلي راه مازال صغير على الزواج، لكن هي والو. بالعكس قالت لي انت ماشي كبير على الزواج، غير زعما تاكل تاكل اللحم. الخوت دابا كيبقى السؤال اللي كيطرح نفسه، هو هاد السلوك واش السبب ديالو قلة الرجال ام قلة المادة ام هي قلة الترابي؟ انا بعدا كنقول كلهم، حيت كون ماشي قلة الترابي وقلة الرجال ما غيضطروش بعض القهويات انهم يتزوجوا بالعناطز كيف ما ولينا كنسمعوا وكنشوفوا، حيت كيبقى هو الخيار الوحيد لتلبية نداء التزاوج وإنقاذ ما تبقى من ثقب الأوزون الذي اتسع بشكل رهيب. ودابا راه بصح نيت وكون ماشي قلة المادة ما غاديش تضطر بنت مراهقة بحال هادي تعرض نفسها ولا راسها لهاد الكوري اولا لشي سعودي اولا لأي شخص كان أجنبي كيف ما بغا يكون، يعني كيف ما بغات تكون جنسيته، حتى ولو كيعتبروها سلعة رخيصة. والله العظيم مابقاوش كيقولوا دابا عندك في دول الخليج وبعض يعني بعض الدول الخليج مابقاوش كيقولوا بنات مغربيات، كيقولوا سلع رخيصة، سلعة رخيصة، سلعة رخيصة. دابا المشكل ماشي هنا، المشكل هي من بعد ما يعنطزها ولا يسعدنها ولا يكورنها ويرميها اولا يهرب عليها وتخرج علينا بشي فيديو في شي قناة مسخة وتبقى تبكي علينا وتطبوحت وتطلب المساعدة. ايوا اختي مالك عليها، كان عليك ديري هادشي بعين الاعتبار يعني قبال وترجعي للتجارب اللي خاضوها بعض القهويات اللي سبقوك وطاحوا في المحظور.